السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم مع بعض النهارده عن احداث مباريات اليوم في الدوري المصري، خصوصا مباراة الاهلي ومباراة الزمالك ومباراة الاسماعيلي ومباراة طلائع الجيش واول فوز لنادي الاسماعيلي. ويلا بينا نخش على طول على الفيديو. 11 راجل في الملعب. اهلاوي اهلاوي انا والفخر ليا. نبدأ كده على طول بمباراة الإسماعيلي اللي انتهت بنتيجة 2-1 للنادي الإسماعيلي. نقول كده الأهداف على طول. سجل الهدف الأول للنادي الإسماعيلي وهو ياو أنور، والهدف الثاني من ضربة جزاء من باهر محمدي، والهدف إنبي الوحيد هو من علي فوزي أيضا من ضربة جزاء، لينتهي اللقاء ب2-1 للنادي الإسماعيلي وأول فوز للنادي الإسماعيلي في الدوري. نخش كده على طول على مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي اللي فاز فيها طلائع الجيش بنتيجة 1-0. سجل الهدف أحمد سمير، لينتهي اللقاء بفوز طلائع الجيش بهدف مقابل لا شيء. نخش كده بقى على طول على مباراة النادي الأهلي واللي انتهت بنتيجة 2-1. هنقول على طول مين اللي سجل أهداف المباراة. أحمد عبد القادر سجل الهدف الأول للنادي الأهلي بأسيست عالمي من علي معلول، والهدف الثاني أو نقول هدف فاركو الأول اللي سجله أحمد شريف وهو كان هدف التعادل. وبعدين هدف التاني لمحمد شريف في وقت قاتل جدا 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 من المباراة، لينتهي المباراة بفوز النادي الأهلي على فاركو بنتيجة هدفين مقابل هدف. نروح كده على الزمالك وحرس الحدود اللي انتهت بنتيجة 4-0. سجل أهداف نادي الزمالك يوسف أسامة نبيه، والهدف الثاني كان عن طريق أحمد سيد زيزو، والهدف الثالث عن طريق محمد عبد الرازق شيكابالا، والهدف الرابع عن طريق أحمد سيد زيزو أيضا بعد ما شاط ضربة الجزاء وتصدت وكمل عليها وجابها جول. نروح كده على ترتيب الدوري المصري وبعدين نكمل على عودة كهربا، وبعدين برضك هنتكلم مع بعض عن الخطة اللي بدأ بيها النادي الأهلي واللي أنهى بيها اللقاء، هنتكلم مع بعض على كل حاجة بخصوص مباراة النادي الأهلي وفاركو. جدول ترتيب الدوري المصري: في المركز الأول النادي الأهلي ب22 نقطة، المركز الثاني نادي الزمالك ب20 نقطة، المركز الثالث فيوتشر ب18 نقطة، المركز الرابع بيراميدز برصيد 17 نقطة، المركز الخامس غزل المحلة ب16 نقطة، المركز السادس الاتحاد السكندري ب15 نقطة، المركز السابع سيراميكا كليوباترا ب11 نقطة، المركز الثامن المقاولين ب10 نقاط، والطلائع الجيش برضه ب10 نقاط في المركز التاسع، المركز العاشر فاركو ب7 نقاط، والمركز ال11 المصري بورسعيد ب7 نقاط، المركز ال12 سموحة ب7 نقاط، والمركز ال13 بنك أهلي ب6 والإسماعيلي ب6 نقاط، في المركز ال15 إنبي ب6 نقاط، والمركز ال16 نادي أسوان ب6 نقاط. نقيم كده الأول لاعبين النادي الأهلي في مباراة فاركو. نبدأ على طول بالشناوي وأنا هديله 6.5، ونبدأ على طول بالناحية اليمين محمد هاني هياخد 6.5، محمود متولي 7، وياسر إبراهيم 6، وعلي معلول 8.5. أليو ديانج في نص الملعب، طبعا أليو ديانج هياخد 6.5، والسولية 7.5، وأليو ديانج النهاردة كان غايب جدا 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 مكانش ظاهر. وعبد القادر هياخد 9، وقفشة 8، وكريم فؤاد 6.5، وسافيو 8. اتكلم بقى النهارده كده على اداء النادي الاهلي وعلامات استفهام كبيره جدا 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 على الاداء النهارده، لان الاداء اساسا ما كانش كويس، وخصوصا خط الدفاع. يعني خط الدفاع النهارده ما كانش كويس قوي، وبرضه الاخطاء كانت موجوده من الماتش اللي فات بتاع فيوتشر، واداره الفرص السهله والتسديد عن المرمى ما كانش موجود، والكرات العرضيه ما كانتش مظبوطه، والكلام ده كله يعني المفروض يتصلح، واتمنى اللي هو يتصحح الكلام ده، ونشوف الاهلي في الماتشات الجايه يكون في اداء احسن من كده وافضل من كده. اتمنى من كولر ان هو يركز على الاخطاء وخصوصا اخطاء الدفاع. وبس كده نخش بقى على موضوع الكهرباء. اولا كده نخش على فتره العقوبه خلاص يعني قربت تنتهي، وبرضك هيشارك بعد يوم 10 يناير، وهيكون متواجد مع الفريق في كأس العالم اللي هو في شهر 2. وكده كده وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى منكم إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولايك للفيديو. شكرا، مع السلامة.